اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي هنعمل مع بعض ان شاء الله طعمية. معانا كيلو فول نقعين اهوت لمدة 3 ساعات. نقعين وصفين ميته خالص من عليه. ومعانا 3 ربط كرات. ومعانا ربطة كزبرة خضرة. معانا قرنين شطة حامية كده. ومعانا طبعا النهاردة بصل اخضر، هنعملها ببصل اخضر. البصل خلاص معانا في السوا ما شاء الله. والثوم راس توم صغيرة كده. الكبة بتاعتنا هنبدأ. حطينا ايه يا حبايبي؟ حطينا شوية فول، نص حزمة كرات، وكزبرة، وحطينا توم 4 فصوص توم، ونص قرن شطة، وبصل اخضر بصلاية. هنفرمهم كده ان شاء الله مع بعض وهنوريكم النتيجة. نفرم كده يا حبيبي زي ما احنا شايفين اهو. لو عايزين حبة مية نحط لها حاجة بسيطة كده. فرمناها يا حبايبي بالشكل ده ما شاء الله عليها اهي. اهيت ما عادش فيها اي حبة خالص اهيت. هنبدأ نفضيها كده مع بعض. ايه رأيكم يا حبايبي؟ ما شاء الله عليها خضرة خالص اهي وناعمة. الله اكبر عليها اهي. اهو يا حبايبي احنا عملنا كده حتة بس على قد ايه الفطار. هنشوف هنضيف عليها ايه تاني عشان نبدأ نقليها ان شاء الله. حبايبي طبعا ما نحطش عليها اي اضافات وقت الفرم، لان هنخزنها في الفريزر طبعا، وما ينفعش نحط عليها اي ملح ولا اي حاجة خالص. معانا ساعة ما نيجي نقلي كده بس هنضيف عليها التوابل بتاعتها: كزبرة ناعمة، ملح او كمون، ونص معلقة بيكنج باودر. نضيفهم كده اهو. وطبعا اخدنا حتة من العجينة احنا عملناها دلوقتي مع بعض على قد الفطار كده اهو. بيكنج باودر احسن يا جماعة، طبعا نتيجته احسن من كربوناته، اللي هي بيكربونات الصوديوم دي. كربونات لا، بيكنج باودر افضل منها طبعا، نتيجته احسن من الكربونات. كده جاهزة معانا اهي على القليان. معنا الزيت يا حبايبي ولعنا عليه. طبعا بنقلي كده، مش بنقلي في طاسة في حاجة غويطة عشان الزيت بتاعها. الزيت بتاعها يبقى ياما يعني معانا اهو النظام ده. هنضيف طبعا سمسم عليها، كزبرة، حصى، زي ما تحبوا وقت القليان بس. طعميها يا حبايبي كده خلاص ما شاء الله اهي. ايه رأيكم؟
ايه رأيكم يا حبايبي في الطعمية بتاعتنا؟ ما شاء الله، الله اكبر عليها. شايفين شكل الطعمية اهي؟ حاجة كده الله اكبر عليها. شايفين خضار الطعمية؟ ما شاء الله اهي. وطبعا مع شوية سلطة كده خضرة. شايفين الخضار؟ وخس. ايه رأيكم يا حبايبي؟ وده يا حبايبي كان الشكل النهائي لعجينة الطعمية بتاعتنا. ما شاء الله الكمية بتاعتنا اهي من كيلو فول، الله اكبر. طبعا احنا الشوية اللي احنا عملناهم للفطار ورناهم طبعا واحنا بنعملوهم. ما شاء الله الله اكبر عليها اهي. حاجة كده جميلة. هنعبيها كده ان شاء الله في اكياس، كل كيس كده على قد فطار كل يوم، وهنوريهم لكم تاني. دي يا حبايبي كانت كمية العجينة الطعمية معانا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر اهو. ايه رأيكم؟ عملنا طبعا منها على الفطار ما شاء الله بمقدار كيسين اتنين من دول. كيسناها كده ونحطها في الفريزر. حاجة مضمونة 100%. حاجة عاملاها على ايدك. حاجة ضمناها بعيد طبعا عن بتاعة المطاعم. محدش عارف الفول مغسول ازاي، الخضار متنقي ازاي. والتكلفة كلها يا حبايبي مش حاجة يعني. كيلو فول طبعا عامل 45 جنيه، وهنقدر مثلا 10 جنيه خضار عليهم. العملية كلها 55 60 جنيه، بس حاجة مضمونة 100%. الكيس من ده أقل حاجة هنجيبه ب10 15 جنيه من أي مطعم. ايه رأيكم؟ هنحطها كده إن شاء الله في الفريزر، وهنسحب منها كيس بكيس، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض تاني النهاردة. حبايبي فطرنا الحمد لله. هنعمل مع بعض كشري. كشري مصري يا حبايبي. معانا ربع كيلو عدس اسمر اللي هو بجبه. هنغسله ان شاء الله كويس كده مع بعض، وهنبدأ ننقعه لمدة ساعة، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. المرحلة يا حبايبي اللي بعد كده هنعمل الصلصة بتاعة الكشري. طماطم. معانا كيلو طماطم، معانا قرنين شطة. شطة حامية يا جماعة. هنقطعهم كده في الخلاط وهنضربهم مع بعض في الخلاط. معانا قرن الطماطم في الخلاط اهو. ومعانا راس توم قشرناها زي ما احنا شايفين بالنظام ده. وحطينا عليها كمون، كزبرة ناعمة، وهندقهم كده مع بعض عشان نعمل الصلصة بتاعة الكشري. حبايبي طبعا معانا حلة على النار، حطينا فيها معلقة زيت. هنبدأ نعمل الصلصة بتاعة الكشري. نشوح التومة كده بالشكل ده. طبعا هنحط معلقة خل. وبعد كده هنصفي الصلصة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الخلاط مع بعض. بقت معانا يا حبايبي بالشكل ده. هنغطي عليها النار كده مع نفسها. هنحط لها طبعا، هنظبط لها التوابل بتاعتها. وطبعا يا حبيبي ما حطيناش التوم كله، خلينا نص الكمية معانا عشان هعمل الدقة
النظام ده. معانا ميه مغليه ندوب كده ان شاء الله التوم فيها. معانا طبعا كزبره ناعمه. معانا ليمون. ومعانا خل. نقلبهم كده ونركنهم لحد ما نخلص باقي الكشري معانا. المرحلة اللي بعد كده يا حبيبي هنعمل رز بشعرية. طبعا حطينا معلقة سمنة على النار، معلقة زيت. هنبدأ نحمر الشعرية مع بعض. معانا طبعا 4 كيلو شعرية عليها 4 كيلو رز، لأن احنا حبايب الكشري مش بنحب يفيض منه طبعا، ما بيسخنش، مش مستحب يعني بيسخن ده، نحب كده نعمله وناكله في ساعتها. نحمر الشعرية كده. طبعا الصلصة غطينا عليها ما شاء الله. حبايبي طبعا الشعرية خلاص كده. طبعا الصلصة بتاعتنا يا حبايبي خلاص كده اهي، نهدى عليها. معنا طبعا رز بشعرية غسلناه وصفينا ميته خالص. زودنا يا حبايبي الرز بتاعنا بالنظام ده اهو. هنغطي عليه يبدأ يغلي معانا كده ونهدى عليه النار. هنشوف المرحلة اللي بعد كده ايه. معانا يا حبايبي حلة على النار، نحط فيها معلقة ملح، معلقة زيت. هنسلق المكرونة بتاعت الكشري. هنوريكم التشكيلة بتاعت المكرونات اللي احنا هنسلقها مع بعض. ومراحل يا حبايبي يعني، بس ايه ما شاء الله لو وقفت في المطبخ كده ممكن في خلال ساعة بالظبط تخلصيه. المكرونة كده داخلة معانا في السوا بالشكل ده. هنصفيها كده مع بعض وهنشوف المرحلة اللي بعد كده ايه. قطعنا بصلتين يا حبايبي كبار بالشكل ده. نضيف عليهم معلقة دقيق، معلقة كبيرة نشا، ومعانا زيت يا حبايبي على النار. هنبدأ نحمر البصل بتاعنا. هنبدأ ننزل بالبصل على الزيت كده بالشكل ده.
ودي يا حبيبي كانت اخر مرحلة معانا في الكشري. المكرونة بتاعتنا طبعا صفيناها، والرز طفينا عليه ما شاء الله اهو. الصلصة بتاعتنا خلاص كده حبيبي. طبعا الكشري بتاعنا خلاص معانا. الرز مع العدس اهو، معانا الصلصة، معانا الدقة، ومعانا البصل بتاعنا ما شاء الله اهو يا جماعة اهو. معانا طبعا المكرونة، وكده جاهز معانا. هنغرف، وطبعا شطبنا الحوض بتاعنا بالنظام ده. ايه رايكم يا حبايبي؟ خلصنا كله اهوت. هنغرف ان شاء الله الكشري، وهتشوفوه معانا بعد ما نغرفه. رز يا حبايبي هنغرف مع بعض. وده يا حبايبي كان شكل الكشري بعد ما غرفناه زي ما احنا شايفين كده. معانا طبعا الدقة بتاعتنا اهي، توم وخل، والصلصة بتاعتنا دي صلصة باردة، والصلصة دي شطة. ايه رأيكم؟ وده كان غدانا النهاردة. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.